صباح النور، صباح الفل، أهلا أهلا بيكم حبيباتي. وش راكم، وش حوالكم؟ إن شاء الله كامل تكونوا لاباس. طلعت عليكم بهذا الفيديو خفيف ظريف، فيه وصفة حلوة، فيه مقتطفات من تنظيم، تنظيم، ثاني روتيني يومي كيفاه نعقبه كما كل مرأة جزائرية. تبعوا الفيديو للأخير وإن شاء الله راح تستفادوا. هنا البنات كما راكم تشوفوا، طبعا كما قلت لكم ديما النفس تاعنا هي الاولى، النفس تاعنا هي اللي شوفوا ما قبل كلش نعتنيو بنفوسنا، نغسلو سنينا، نغسلو وجوهنا، نشطو شعورنا، نلبسو لبسه نظيفه مليحه، ما تدري على من كما نقولوا حنا شكون اللي يجيك حبيبتي. كما راكم تشوفوا ديما نحاولوا نغسلوا سنينا هكا نظفوهم، خاطر ماكش البنات السوس راهي دايره حاله من الحلويات، حتى وليداتكم علموهم، فهمتوني حبيباتي. شوفوا نصلوا صلاتنا ونقروا شوي في المصحف، ومن بعد الخدمه ماهيش راح عليها الحال حبيباتي. كما ديما نقول لكم يا البنات، الاعتناء بالنفس هو كلش. شوفوا انا نشري ديما في هذا ليكيد تاع 3 لتر باه ما نضلش نخرج انا كل دقيقه، نضل شايطه ونخرج الحوانت نبعث الولاد. راكم على بالكم الدنيا تخوف، دوك تبعثوا وليداتكم تولوا تندموا. شوفوا البنات ان شاء الله غدوه باذن الله ننظف معاكم البوطاجي. ديما شوفوا انا كل صباح ننظفوا، على نظفت وليداتنا، على بالكم باللي البكتيريا كامله تكاثر لهنا في اللافابو هذا ولا الاخر. لازم ديما انا كل صباح يتنشف، كل صباح اللافابو هذا يتغسل بالجافيل. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما غسلت روحي وصلت صلاتي والاخر نوضت لهنا. شوفوا لي هذيك راهو كسبر اللي كنشوفوا البنات راهي مشروب صحي، كنش نهار نشاركو مع حباباتي. شوفوا البنات واحد يدير ريجيم راهي الشحمه هذيك تخوف. انا عندي الشحمه مغلفه الكبده، بصح طبيب قال لي لازم ديري ريجيم. المهم انا راني مع الريجيم، ومشروب هذاك راح يذوب الشحوم والدهون اللي في الكرش متحجره. شوفوا لي لهنا هذا فطوري. عندي هنا ياغورت طبيعي طبعا، اللي ما نستغناش عليه في فطوري. قهوه لازم تكون مره. هذا ياغورت نحط فيه بذور اليقطين كما راكم تشوفوا. شوفوا البنات لازم ديما نستمتعوا بقهوه الصباح تاعنا، ومن بعد نوضوا دنيتنا. الدنيا ماهيش راح تهرب، لانها الدنيا تخدمي وما تبانش عليك، فهمتوني حبيباتي. هذه هي مالا حبيباتي، استمتعوا بالقهوه تاعكم النهار تاعكم. شوفوا واش راح نقول لكم يا البنات يا حبيباتي. الانسان مش يجيبها غير عقب الدنيا ونسى عمره. نفسك الاولى، نفسك اللي لازم تهتمي بها، نفسك راهي غدوه عند ربي سبحانه وتحاسبك يا حبيباتي. لازم تهتموا برواحكم في كلش، في لباسكم، في اكلكم، في كلش. شوفوا فنجان تاع قهوه هذا نقدمه لحبيباتي كامل العشاق القهوه. كما تعرفوني انا كنت نشرب فاميكو، درك وليت قلبت القهوه هذيك تاع سيغلو هايله، حتى هي كما فاميكو ولا ميل مليحه. انا عجبت لي الحق ربي، قهوه تاعها بنينه يعني الكيف. المهم البنات واش راح نقول لكم، شوفوا الدنيا هذه لا يديك لا يجيبك، لا يقول لك راجلك ولا وليداتك ولا. اهتمي بروحك حبيبتي. شوفوا اذا انت ما اهتميتيش بنفسك راه واحد ما يعملوا بك، كل واحد نفسي نفسي في الدنيا هذه. ما انا حبيبتي استمتعي بقهوتك، استمتعي، لبسي مليح، كلي مليح. والخدمه راهي ما تفضش كما تعرفوا الدار
غولة، ما يعني هكا تنظفي ما يظهر عليك شيء. أنا ذاك النهار كي جات لي أختي قالت لي هاكي تقولي راني نظيفة وموسوسة، يديني داخلة في بعضها ديما. والله على بها قلت لكم يعني هاك تخدموا ما يظهر عليكم والو، ما لا اعتنيوا برواحكم صحتكم، ما تظلوش تضغطوا على رواحكم، اخدموا بذكاء في داركم، اهتموا بنفوسكم. البشرة تاعك ما تخليهاش جافة، يديك محروقين من الجافيل، ديما ديري لهم بوماد، اي بوماد حتى ولو ما عندكش ديري فازلين عادي، الفازلين راهي مليحة. رجليك يديك شعرك ما تخليش فيه حبيبتي الشيب. الشيب راهو يكبر العبد اكثر من عمرك، شتت في عمرك 20 سنة تباني كبيرة كي يكون فيك الشيب، والراجل راكم تعرفوه كي يخرج لبرا راهو يشوف اشكال وانواع تاع النساء. المهم لهنا نعطيلكم في الدواء تاعي برك مريضة شوي عندي ليزامي ناضولي حساسية انتبيوتيك هذا، وهذاك فيتامين سي لازم نعتنيو برواحنا. قلت لكم حنا ناقصين فيتامين دي، ناقصين فيتامين سي، لازم نشرو هذا ديما ساعة ساعة نفكروا رواحنا. حبيباتي اهتموا بنفوسكم، ردوا بالكم على رواحكم، ما واحد ما يجي ويقول لك كيما هم ماذا بيهم طيبين لهم تنظفي لهم ما يهمهمش. المهم كي يلقاو ذيك الماكله ويلقاو ما يهتموش بك انت، يقولوا لك شاكي وش بك كيما شعرك داخل في بعضها ولا فيك الشيب ولا. المهم ديري لهم الماكله، المهم تنظفي لهم، هذيك هي الفايده. انا قلت لكم البنات الدنيا هذه نفسي نفسي. وش راح نقول لكم؟ شوفوا والله العظيم قولوا لي انتم في التعليقات، عندي حق ولا لا؟ هذه الحقيقة، يعني هذا هو الواقع اللي رانا عايشينه في بلادنا. الزوج ما يعملوش بيك، الوليدات ثاني كيف كيف. اذا كان انتي ما اهتميتيش بروحك ما يهتموش بك، خلا خلا. انا واحدة من الناس كيما هيك نشوف في روحي والباقي ما على باليش. المهم قولوا لي انتم عندي حق ولا لا؟ حبيباتي وش راح نقول لكم؟ لبسوا مليح في الدنيا هذه، حوسوا مليح، كلوا مليح، والدنيا راهي فاضة وما يبقى في الواد غير حجارو. وشوفوا ما كانش كيما الانسان اللي يعني كيما نقولوا حنا اللي يكون ما قلتلكمش انا، شوفوا ما قلتلكمش انايا اشرو حاجه مش محتم تشرو حاجه جديده، واش عندكم في الخزانه جبدوه نظيف مطبق، جبدوه لبسوا حبيباتي، ما تبخلوش رواحكم، ما تظلوش لابسين هذوك القناضر اللي فيه من الصبغه لاصقه وفيه من الشينغوم لاصق ولا ما فيهم ثقبه ولا المهم باليش انا، ولا فاسخين بالجافيل وتقولوا خلي بركان. المهم حنا نعقبوا نهارنا نكملوا علينا قضيتنا الاخر لا. والله العظيم صدقوني يجي نهار وتندمي تقولي يا ليت رجع بيا الزمان للوراء. أه ندير اي حاجه تمنيتها هكا، مثلا نلبسها مليحه نلبسها، والاخر هذيك القندوره اللي مخبيتها وتقولي حتى يجي الضيف حتى يجي الضيف، لا حبيبتي هذيك انت راكي ضيفه في الدنيا هذه، البسيها تمتعي فيها. ما عملناش حنا وش كاين في الدنيا هذه، والله ما وش راح يضمن لنا ان راح نعيشوا ولا لا تقعدوا رانا تروحوا والله تقعدوا رانا كاكا وحنا متمتعناش في الدنيا. لازم نتمتعوا، نلبسوا مليح، ناكلوا مليح، نعتنيو بالنفس تاعنا في تنظيفها، في النظافة، في كلش، فهمتوني؟ هذه هي البنات. انا كيما هكا وانتم ما على باليش واش رايكم. واش راح نقول لكم البنات، وهنايا باه ما يفوتش الفيديو بركه رجعت لكم لهنا. شوفوا ديما لازم تنظموا دنيتكم باه تبقى منظمه، لكن ما نظمتوهاش راهي ديما تعود مكركبه عليكم، تعود عندكم الضغط وتقلقوا. الاخر كاين نساء مساكن يقلقوا عندهم ضغوطات في ديارهم، والاخر ما عرفوش برك كيفاه ينظموا دنيتهم. كل حاجة حطها في بلاصتها، قهوة في بلاصتها، سكر في بلاصتها في بلاصتو، ميكروفيبر تبع فيك، والفشفاشة هذيك السحرية تاع الخل وليزيس والماء ثاني حتى هي تفشو على اللي بواطة ثم باه ما تبقاش يعني الدنيا فوضى عليكم، وتعود مسخ اي حاجة تحطيها هكا وتمسيها بيدك ما تمسحيهاش، تبقى تتراكم عليك هذيك الخدمة حبيبتي. انا كلش نظمته في بلاصتو كما راكم تشوفوا. وش راح نقول لكم البنات، اهتموا برواحكم، لكن ما اهتمتوش نتوما بنفوسكم، واحد ما يهتم بيكم. دوك الدنيا هذه نفسي نفسي، والله العظيم صدقوني عن تجربة. انا كون من نمرض كيما نقولوا حنا نسخ في رغيف فنجان تاع قهوة، والله كون ما نروحش نمرض نديرو واحد ما يديرهولي. على بها قلت لكم استحفظوا بصحتكم، صحتكم هي الصح، ما تضغطوش على رواحكم، اخدموا بذكاء، كل مرة حاجة وغير انتم سكتوا كل مرة حاجة، فهمتوني؟ ان شاء الله باذن الله الايام الجايه ندير معاكم البنات
تنظيف يعني هيك للغرف والكوزينة بذكاء، يعني هيك ان شاء الله راح تستفادوا من هذا من الفيديوهات. وهنا شوفوا ثاني التوابل كي نشريهم نغربلهم لخاطر يكونوا فيهم هاك المهم يكونوا فيهم عواد هك والاخر ما نحبهمش. انا ما نكذبش عليكم، لازم تغربلوا كل شيء. البنات اللي تشروها تغربلوها تنظموها في بلاصتها، لازم تكونوا فخورة في دياركم. بس حرفيا خدموا بذكاء، ما تضغطوش على رواحكم، الصحة هي الصح. ثاني هنا عندي النعناع يبستو شوية، يعني هيك خسر لي طور في الاخر، من بعد جبته وغسلته. شوفوا لي كيفاه ما جاش اخضر كيما موالف. المهم البنات ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا من النصائح، وان شاء الله المره الجايه نجيب لكم نصائح مفيده الاعتناء بالنفس. وش حنقول لكم حبيباتي، راح نشارك معاكم وصفه هايله، وصفه البسبوسه تجي مشربه للقلب. ثاني في نفس الوقت كيما قلب اللوز. درتها لوليداتي عجبتهم ياسر، ديما يقولوا لي ماما ديريها لنا ماما ديريها لنا، وما نخليهاش في قلوب. نبداو هنا على بركه الله، بسم الله. هنا البنات راح نشارك معاكم بسبوسة تجي هايلة. شوفوا مشربة حتى للقلب، في نفس الوقت تقول عليها قلب اللوز. نبداو على بركة الله، بسم الله. عندنا هنا ريسيبي وحطينا فيه طريف تاع ربح. هنا البيض مغسول، عندنا 2 بيضات كما راكم تشوفوا. نزيدو نضيفو الفاني كما راكم تشوفوا. هنا البنات راح نشارك معاكم بسبوسة تجي هايلة. شوفوا مشربة حتى للقلب، في نفس الوقت تقول عليها قلب اللوز. نبداو على بركة الله، بسم الله. عندنا هنا ريسيبي وحطينا فيه طريف تاع ربح. هنا البيض مغسول، عندنا 2 بيضات كما راكم تشوفوا. نزيدو نضيفو الفاني كما راكم تشوفوا. هنا بعد ما ضفنا هذاك البيض مع السكر مع الزيت مع الحليب، نجيبو لهنا كاس سميد متوسط تاع كنز. انا عندي لهنا نخلطو يا البنات كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه، ونزيدو نص. هنا ضفنا كاس ونص سميد متوسط تاع كنزه، زدنا له نص كاس فرينه، ونجيبو هنا ساشي خميره كيميائيه وزدنا لها النص، ونخلط المكونات مع بعض. نخلطوا البنات مكونات كامل مع بعضها بهذه الطريقه تتجانسوا مع بعضهم. هاو القوام اللي تحصلنا عليه. هنا البنات درت نواه كوكو ونخلطو بهذه الطريقه. نواه الكوكو راح يعطيه طعمه هايله. هنا البنات هاي البسبوسه تاعنا كيفاه جات محمره على الكيف. دوك نثقبها ونشربها. شوفوا الشربات واش درت فيها البنات. على فكره الشربات راني درت فيها كاس تاع سكر، طرنش تاع قارص، 2 كيسان تاع ما خليتها تغلى لمده 15 دقيقه وطفيت عليها. فهمتوني؟ دركا ندير فيها فتحاتك بالموس باه تشرب لي. فهمتوني؟ هي سخونه والشربات بارده. انا الشربات طيبتها من قبل. لا راح يشربوا بلا قلة البنات. فهمتوني؟ هي تشربه شي هوجة عاليه شويه. شفتوا؟ يشربوها بلا. شوفوا هنا البنات جبت المربى ها هو، ونبدا ندهن.
شتوني ندهن بالمربى برك تاع المشماش هكا البنات من الفوق برك باه تزين. شوفوا نتوما الا كان درتو الكاوكاو في العجينه ذروا الكاوكاو، الا كان درتو نواد كوكو ذروا نواد كوكو. فهمتوني؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوني. راك نجيبوا نواد كوكو نبدو نذرو كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. شفتوا البنات متقصوهاش درك وهي سخونه، تما هي سخونه وشربت يعني تجي هك بارده، خلوها حتى ترتاح هكا وتبرد يعني، ومن بعد تشرب مليح هذاك الاخر قصوها.